السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اهلا بكم معايا في مطبخ نوزة كيتشن. النهاردة ان شاء الله اقدم لكم طريقة عمل السبونج كيك الابيض من غير محسن. طريقة سهلة وبسيطة وما بتستخدميش المحسن خالص، وكمان النتيجة بإذن الله النهائية ناجحة جدا. الاول هنبدأ بالمقادير بتاعتنا. انا هنا المقادير بتاعتي ل5 بيضات. عندي هنا 5 بيضات، هضربهم الاول شوية بالمضرب الكهرباء. بعد كده هبتدي ان انا احط لهم كيسين من الفانيليا، او لو عندك اللي هي الفانيليا ستايلة او الفانيليا البودر الخام، هتحطي معلقة صغيرة من الفانيليا. بعد كده هحط عليهم كوباية من السكر، سكر حبيبات عادي جدا، وهتبدأي بقى تضيفيه شوية بشوية لغاية ما تخلصي الكوباية، وتكملي ضرب في المكونات دي كلها لغاية ما البيض يبتدي لونه يفتح معاكي ويبتدي الخليط ده يعلى. ممكن ان انتي تستعملي المضرب اليدوي العادي وتستغني عن المضرب الكهرباء، بس بصراحة بياخد وقت كبير ومجهود في الضرب، فالمضرب الكهرباء بيسهل عليكي الضرب شوية وما بياخدش منك ولا وقت ولا مجهود. بس لو واحدة ما عندهاش المضرب بالكهرباء ممكن تستعمل المضرب اليدوي عادي جدا. هنا انا حطيت معلقة صغيرة من الخل. الخل بيضيع ريحة البيض خالص، ما بيبقاش للسبونج اي ريحة بيض. هنا زي ما انتم شايفين الخليط البيض بتاعي بدأ لونه يفتح وبدأ يعلى وبقى شبه الكريمة شوية، وكل مدى هتلاقي الخليط معاكي بيتقل وبيعمل زي موجة على الوش كده. كل ما يبقى يعمل موجة اعلى واكتر، تعرفي ان الخليط بتاعك بدأ يتقل وبدأ يوصل لقوام مظبوط. انا رفعت المضرب وعملت ايد بالانجليزي كده، لقيتها بتهبط معايا بسرعة، يبقى لسه الخليط عايز ضرب تاني، فكملت ضرب فيه لغاية ما يتقل اكتر من كده. انا ضربت حوالي 5 دقايق تانيين، بدأ الاسبونش معايا يتقل اكتر من الاول. برفع المضرب كده، بدأ الخليط يتقل اهو، يثبت على المضرب، يبقى هي كده خلاص الخليط جاهز. هنا ببتدي احضر المكونات الجافة. انا نخلت كوباية من الدقيق وعليهم ربع كوباية من النشا. لو انت هتستعملي الدقيق المخصوص للكيك بتاخدي كوباية وربع كاملة من الدقيق ده، لكن لو انت عندك الدقيق لجميع الاغراض بتاخدي كوباية منه معاهم ربع كوباية من النشا، وبتنخليهم طبعا كويس مع بعض، ممكن مرة او مرتين على حسب ما انت عايزة. انا بنخلهم مرة وبعد كده بنخلهم تاني فوق السبونج. وهنا حطيت عليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر. بقلب كويس البيكنج باودر مع الدقيق والنشا، وهبتدي ان انا احطهم في المنخل تاني، وهرش شويه بشويه فوق خليط البيض. ما نحطش كتير عشان ما نهبطش خليط البيض بتاعنا. وهبتدي بالمعلقه الخشب او الاسباتيول اقلب من تحت لفوق بشويش خالص عشان ما هبطش الفوليوم اللي انا عملته. هبتدي ان انا اقلب الخليط بخفة خالص من تحت لفوق لغاية اما الدقيق اللي انا حطيته ده يختفي، وبعدين ابتدي احط كمية تانية فوق خليط البيض لغاية اما اخلص كمية الدقيق والنشا والبيكنج باودر كله. لو هتعمليها بالشوكولاته او بالكاكاو بتشيلي ربع كوبايه من الدقيق دوت وتحطي بدلها كاكاو. انا كنت عملته قبل كده ونزلته على القناه، هبقى اسيب لكم الرابط بتاع السبونج شوكولاته ان شاء الله في صندوق الوصف. قبل ما بتبداي في الشغل خالص بتشغلي الفرن على درجه حراره 180 درجه عشان الفرن يسخن على ما تخلصي، عشان لما تحطي السبونج بتاعك ما يهبطش منك. لو الفرن مش سخن السبونج هيهبط منك ومش هيعلى. وتكوني محضره برضو الصينيه اللي انت هتحطي فيها الخليط، بتدينيها بالسمنه او زيت وترشي عليها رشه دقيق، تغلفيها بيها كويس وتفضي الدقيق الزياده وتسيبيها جاهزه لغايه ما تخلصي الخليط بتاع الاسبونج بتاعك.
انا حطيت الخليط بتاعي في الصينيه وببتدي ان انا اساوي السطح بتاعه. الصينيه دي مقاسها 30 في 40، بتاخد مقدار الخمس بيضات كله. وبعد كده بحطها في الفرن على 180 درجة، بتقعد حوالي ربع ساعة في الفرن، ما بتاخدش اكتر من كده. وده بعد ما طلعت من الفرن واستوت واتأكدت انها استوت كويس، احط خلة في النص بلاقيها استوت خلاص كده بطفي عليها. هنا بعد ما بردت خالص انا قطعتها لثلاث اجزاء عشان هاخدهم اعمل بيهم 3 رقات لتورتة عيد الام. انا استعملت السبونج ده في التورته بتاعت عيد الام، هبقى انزل لكم الرابط بتاعها في صندوق الوصف. عملته معاه سبونج شوكولاته برضه، هنزل لكم الروابط بتاعته. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير واشتراك في القناه وتفعلوا جرس عشان يوصلكم اي جديد للقناه.